اهلا متابعينا ومتابعين قناه راي عام وصفحه عاجل على الفيسبوك. طبعا اخواتي الغاليين، انتوا عارفين النهارده ان كانت محكمه حسين قاتل داليا الحوشي مشرفه عمال بمستشفى الحياه ببور فؤاد مساعده ابنتها نورهان. هتسمعوا تفاصيل صادمه للمتهم حسين في القضيه. طبعا كلنا كنا منتظرين المحكمه، وفعلا الجلسه تمت وتم تاجيل القضيه اليوم 8 يناير. وكان لاول مره ظهور المحامي المكلف بتوكيلات من اخوات الضحيه للدفاع عن حق المرحومه داليا الحوشي اللي اتقتلت على ايد بنتها وعشيقها. اللي حصل النهارده والتفاصيل الصادمه كانت اجابات المتهم على الاسئله اللي وجهت اليه. الولد اعترف قدام المحكمه وحصل فعلا جلسه. كانت جلسه سريه جدا وما كانش موجوده في القاعه المقرره ليها. المحكمه طبعا جنايات الاحداث بتكون مختلفه عن محاكمه الجنايات العاديه. زي ما انتم عارفين طبعا ان حسين دوت حدث بناء على شهاده الميلاد اللي تقدمت امام جهات التحقيق. الولد اعترف اعترافات صادمه النهارده للاسف. اللي حصل القاضي سال حسين قتلتها، اعترف انه فعلا قتلها، واعترف كمان انه كان معاه الادوات المستخدمه في الجريمه والكاس المكسوره والمطرقه والعصايه المثبت فيها المسامير. اعترف بكل شيء قدام المحكمه. القاضي بدأ يكمل اسئلته مع المتهم وسأله، قالوا نورهان كانت شريكه ليك في الجريمه؟ وهنا كانت الصدمه الكبيره، الصدمه اللي علينا كان في مصر والدول العربيه رافض انه يصدق القضيه، يعني او انه يتقبل فكره ان بنت ممكن تقتل امها، الام اللي بتكون الملاذ الامن لكل بنت. ولكن الحقيقه اصبحت واقع باعتراف المتهم حسين قاتل والدة عشيقته. قال بالحرف ان نورهان طلبت منه انه يقتل والدتها، وبيقولوا ان الكلام ده موجود في رساله كانت ما بينهم على الموبايل. طبعا احنا بنحاول نعرض اي شيء يخص القضيه، لان القضيه متابعينها يعتبر في الوطن العربي كله. احنا بنتكلم عن الكل اللي بيتقال، ولو الناس تشارك في التعليقات هل البنت قالت له يقتل امها ولا ده نوع من انواع التدليس للخروج من القضيه. احنا بننقل اللي بيحصل، لكن الحقيقه فين ده اللي هتحدده المحكمه مش اي حد تاني. المجرم قال ان نورهان طلبت منه انه يقتل والدتها. شفت انت كنت رخيصه قد ايه، وباعك في اقرب محطه. وقال كمان انها وقفت له في البلكونه وندهت له بايديها وقالت له انها سايبه الباب الشقه مفتوح. ومن الحاجات الغريبه والجديده في القضيه انها جات له لغايه بيته عشان تطلب منه انه يقتل والدتها، لما والدتها اخذت منها الموبايل، وكانت متفقه معاه على قتل والدتها حتى قبل رسائل التليفون عشان يهربوا من فضيحه فعل الرذيله بعد ما ضبطتهم الام متلبسين. تخيلوا كده ان المتهم المجرم كان داخل القاعه وهو مبتسم، ولا فارق معاه اي حاجه، ولا في علامات اي خوف او ندم او حزن. حضر المجرم وهو بيبتسم وهو قاتل نفس بريئه بمنتهى الوحشيه. واعترف بكل حاجه ان نورهان هي اللي طلبت منه انه يقتل والدتها، واعترف انها هي سهلت ليه كل حاجه، واعترف انها سابت له الباب مفتوح وراحت لغايه عنده في بيته بعد ما اتاخد منها الموبايل عشان تتفق معاه المجرمه. واعترف انها هي اللي جهزت له الميه السخنه اللي دلقوها على الضحيه، وهي كمان اللي كانت مجهزه السكينه والكاس اللي كسره ونهال بيها على رقبه الضحيه ونحرها بدون اي رحمه. بكل اسف التفاصيل على قد ما هي صادمه، بس كان لازم الناس تعرف اللي بيتقال واللي بيحصل في القضيه اللي اصبحت قضيه راي عام واثارت كل المتابعين في الوطن العربي كله مش في مصر بس. ربنا يرحم الضحيه داليا الحوشي مشرفه عمال النظافه بمستشفى الحياه ببور فؤاد اللي اتقتلت على ايد عشيق بنتها. وبالنسبه للناس اللي ما كانتش متابعه القضيه من الاول هنقول القضيه بايجاز. داليا الحوشي اتقتلت بعد ما عرفت ان بنتها على علاقه قاسمه بالمتهم حسين جارهم وصديق ابنها بعد ضبطهم في وضع مخل بمنزلها. وكانت الواقعه دي بتاريخ 12 ديسمبر الماضي. وبعد ما شافتها اخذت تليفون من بنتها عشان تبعدها عن المتهم حسين، وهددتها انها تقول لابوها عشان تبعد عن العلاقه المحرمه دي. وضربت يومها الولد وشتمته وطردته من بيتها. وده شيء طبيعي لما ام تشوف بنتها في الوضع القذر ده، اكيد كانت هتحاول انها تبعد الطرفين، وخصوصا ان بنتها في الفرقه الثالثه في كليه اداب لغه عربيه، والولد بشكل واضح صايع، ولا تعليم ولا شغل ثابت ولا تربيه ولا اي حاجه خالص. وبعد ما شافتهم الام الاثنين اتفقوا على انهاء حياه الام الضحيه المرحومه داليا الحوشي. وكانت الصدمه الكبيره النهارده وبعد تحريات المباحث والنيابه العامه وتحولت القضيه للجنايات بالنسبه للمتهمه وبالنسبه للمجرم محكمه جنايات الاحداث لعدم بلوغه سن السناده لشهاده الميلاد الموجوده في القضيه. صدمتنا النهارده في المجرمه اكتر من المجرم،
قال نورهان اللي طلبت منه يقتلها وراحت له لغايه بيته، وقال نورهان اللي سابت له الباب مفتوح، وقال انها نهيت له من البلكونه عشان يطلع، وهو بيقول سخنت له الميه اللي دلقناها عليها، وقال نورهان هي اللي جابت له السكينه والكاس اللي ذبحوها بيها. طبعا احنا قلنا اعترافه دي مسؤوليه القضاء، احنا مش اكتر من اننا بننقل ليكم اللي بيتقال واللي بيحصل في القضيه. القضاء هو اللي هيحدد هل الكلام ده حقيقي ولا لا، وحكم في القضيه دي، وهي اللي هتفصل اذا كان الكلام دوت حقيقه ولا حسين بيكذب. ولازم كلنا نحط في اعتبارنا ان هو قاتل ومش بعيد عليه يكذب. وطبعا كانت القضيه النهارده جلسه سريه حضرها جهات الدفاع عن المتهم والقاضي. والجديد برضو النهارده ان في محامي جديد ظهر، هو مستشار محمد صفا، قال انه هيطعن على حداثه سن المتهم، وهو موكل من قبل اخوات الضحيه للدفاع عن حقوق الضحيه، وقال ان في حاجات كتيره هتغير مجرى القضيه، منها اعاده النظر في تحديد سن المتهم ودفوع كتيره هيقولها في المحكمه. قبل كده عملنا بس وفيديو وقلنا فيه على المحادثات اللي كانت ما بينهم، لكن النهارده اعترافات المتهم كانت واضحه امام القاضي، مفاداها ان حسين قال ان نورهان اتفقت معاه، ولكن للامانه الراي العام كله متجه ان الولد ده لازم يتعدم، وطبعا بناء على الاوراق انه حدث. عموما متابعينا الكرام منتظرين المحكمه الثانيه للمتهم حسين، ودي هتكون يوم 8 يناير اللي احنا فيه، ويليها محكمه نورهان يوم 14 الحالي. طبعا كلنا في الوطن العربي عموما منتظرين القصاص من القتله، وثقتنا كبيره جدا في القضاء المصري العادل اللي هيجيب حق الضحيه. رحم الله المرحومه داليا الحوشي وتغمدها الله في رحمته وفي جناته، شهيدة الغدر. اتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وتعليق وشير لو امكن، ولو اول مره بتشرفوني يشرفني اشتراككم في القناه والبيج على الفيسبوك. اسيبكم في رعايه الله وامنه، ولكم مني مليون سلام وتحيه، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، واتمنى انكم تحققوا فيها كل امالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.